ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عسى أن يهديني ربي رشدا، على الله توكلنا. ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، عن القرآن نتحدث، فهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء لما في الصدور من أدوائها، وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. أن هلموا إلى الصباح يا أهل الفلاح، حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان قال يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فلا شيء أنفع للقلب من القرآن وتدبره، فإنه جامع لمنازل السائرين وأحوال العارفين ومقامات الأولياء الصالحين، وهو طارد للحزن الذي يوهن القلب ويضعف النفس. ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن القلب. لذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا نكن كالذين استحوذ عليهم الشيطان، قال الله فيهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهو الربيع الذي تحيا به القلوب، كما يحيي الله عز وجل الغيث الأرض الجدباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن إذا أصاب الإنسان هما أو حزنا، قال أن يقول اللهم إنني أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. فلم ينزل الله عز وجل من السماء أنفع ولا أنجع ولا أنفع من قراءة القرآن وتدبره. قال الله عز وجل هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك حري بنا أن نعرج أيها الأحبة على فضائل القرآن في الدنيا والآخرة، الفضائل التي ينالها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، وهي لا تعد ولا تحصى لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الواردة في تلك الفضائل. فلنعرج على بعض منها. أول فضيلة هي حب الله. إذا أردت أن يحبك الله ورسوله فلتقرأ القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ كلامه. إن أردت أن تحب الله ورسوله دليل حبك هو تلاوة كلامه آناء الليل وأطراف النهار. كذلك كثرة قراءة القرآن من الفضائل دليل على التقوى. قال الصحابي رضي الله تعالى عنه خباب بن الأرت تقرب إلى الله بما استطعت ولن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من القرآن. كذلك من الفضائل أفضلية المؤمن الذي يقرأ القرآن. المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ بينهما بون شاسع. والحديث مشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ومن الفضائل، والفضائل جمة، ثواب قراءة القرآن المضاعف. ولتأتني بكتاب من هذه الدنيا الشاسعة، كتاب إذا قرأته زاد في حسناتك وزاد في رصيدك في الآخرة، مثل كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك من الفضائل أن الماهر بالقرآن المجود والمتقن له مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة، أفضل المخلوقات عند الله عز وجل يصاحب هذا القرآن الملائكة بحضرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتتعتع ويتلعثم في قراءة القرآن، هل له أجر أو ليس له أجر؟ فقال في الحديث: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كذلك من الفضائل الإذن بالتغني بالقرآن، والمقصود بالتغني بالقرآن وهو تزيين الصوت، تزيين الصوت، ولا يقرأ القرآن هذرمة أو يقرأه كأنه يقرأ بيانا أو مقالة أو جريدة، لا، يزين القرآن بصوته الذي أكرمه الله عز وجل. فهذا كتاب هو أشرف كتاب وأشرف كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. فالذي يقرأ القرآن ويتغنى به على مخارج حروفه وحدوده وصفاته من غير تمطيط ولا تفريط هو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفضائل أن الله عز وجل يباهي بك ملائكته. الذي يقرأ القرآن يباهي الله عز وجل بملائكته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجد أناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من حديث معاوية، فقال لهم على حلقة من أصحابه كانوا يتحلقون، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وحده ونحمده على ما من الله به علينا في الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل، الملك أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي، أي يتفاخر الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. ومن نحن ومن أنت أيها الجرم الصغير الذي قرأ آية أو جلس في حلقة يباهي الله عز وجل بك ملائكته في أعلى المقامات. كذلك من الفضائل والفضائل جمة نزول الملائكة بالسكينة والرحمة تحف حلق الذكر. الحلق والمقصود بها حلقات الذكر التي يتدارس فيها كتاب الله عز وجل من أحكام وتفسير وتدبر وسلوك وأدب وفضيلة، هي تلك الذكرى التي تنزل عليها الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فلنسمع: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده. 4 فضائل: نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم نزلت عليهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك من الفضائل أن معلم القرآن أو الذي يقرأ القرآن هو خير عند الله، خير مطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حافظ القرآن كذلك من الفضائل أنه لا تمسه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب الذي لا منفعة فيه، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. القرآن هو النور الذي أنزله الله عز وجل، وهو النور سبحانه، نور السماوات والأرض. أنزل إليك نورا من نوره وهو كلامه سبحانه وتعالى تحمله بين جنبيك. فحري بنا أن نقرأ القرآن ونحرص أن نستقي من هذا النور ونمشي به في ظلمات الأرض. كذلك من الفضائل غبطة صاحب القرآن، والمقصود بالغبطة هي الحسد الممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يتمنى أمنيات أن يكون أن يحوز على نعمة من نعم الله التي لم تكن عنده. ومن أحرى النعم وأفضل النعم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ كثرة القرآن أو حفظ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد ممدوح إلا في اثنتين: الحسد المذموم وهو تمني زوال النعمة من الغير، هذا هو المذموم ولا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قصده صلوات ربي وسلامه عليه الحسد الممدوح، وهو الذي يتمنى للغير حصول النعمة ويتمناها كذلك لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. إذا أردت أن تغبط إنسان فاغبط بما معه من القرآن، وليس بما معه من الماديات التي هي في الأخير متاع الدنيا وظل زائل. كذلك من الفضائل إكرام الله عز وجل واحترامه، وهو حق من حقوق الإنسان على الله عز وجل أن يحترمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث مسلم، الإمام مسلم قال: إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي الشيبة المسلم. وإذا أردت أن ترى في نفسك أنك تحترم حق الله عز وجل فانظر رعاك الله إلى احترامك لأهل القرآن. هل تحترم أهل القرآن سواء كبيرهم أو صغيرهم؟ ولذلك بعض الناس والله المستعان لا يحترم الصغير حتى لو كان معه شيء من القرآن، يقول هذا صغير. لا تنظر إلى صغر سنه، ولكن انظر إلى عظم الكلام الذي يحمله بين صدره. وهذا من إكرام الله عز وجل وإجلاله سبحانه وتعالى أن تحترم أهل القرآن، صغيرهم أو كبيرهم، ذكرهم أو أنثاهم، بغض النظر، لكن لا تفرق بين أحدهم إلا بما يحمل في جوفه من القرآن. كذلك من الفضائل أن حفظ القرآن خير من متاع الدنيا. متاع الدنيا التي فيها الأبراج، والتي فيها الأموال، والتي فيها الموارد المدفونة في باطن الأرض، هذه الأجرام كلها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن حفظ آية من آياته من آيات الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. نستمع الحديث الذي قصه أحد الصحابة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، وهم جبلان في المدينة، فيأخذ ناقتين. الناقة كانت عند العرب أغلى شيء وأنفس شيء، يبذلون الغالي والنفيس ليشتروا يعني ناقة واحدة، وهي عندهم من الأصول. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين أي سمينتين بغير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فقال: أفلا يغدو، يعني يروح
يذهب أفلا يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يلفت الصحابة إلى أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا في قراءة آية من كتاب الله عز وجل. قال خير أن يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث يعني 3 آيات خير له من 3 ناقات، و4 خير له من 4 ومن أعدادهن من الإبل. كذلك من الفضائل أن الاشتغال بالقرآن لا ينقص الرزق. الذي يقرأ القرآن رزقه موفور عند الله عز وجل، ورزقه وفير سبحانه وتعالى، ويأتيه من حيث لا يحتسب، ويأتيه من كل مكان، لأنه اشتغل بكلام الرحمن وكلام الكريم سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي، يعني الدعاء أن الإنسان يطلب مسألة ويطلب من الله عز وجل حاجات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. سبحان الله، يعني القرآن قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم أفضل في كل شيء في الدنيا والآخرة. ولذلك كانوا يقول مشايخنا: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. كذلك من الفضائل أن القرآن يرفع صاحبه أو يضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ولنأخذ على سبيل المثال في هذا بعض الأمثلة. كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مكة في عهد الخلفاء الراشدين كانوا يؤمرون الصحابي رضوان الله تعالى عليه على قومه أو على القرية التي هو فيها بما معه من القرآن، وأناس كان معهم شيء من القرآن لكنه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أخلد إلى الأرض، لا يقرأ القرآن، وإذا قرأه لم يقرأه بتدبر أو يفسره بغير ما أنزل الله. فهذا هو الذي يضع نفسه بالقرآن، أو الذي يدخل في مداخل أهل الدنيا والأهواء وهو معه من القرآن، هذا القرآن يضعه. كذلك من الفضائل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من متاع الدنيا لصحابته ولا لأمته إلا بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، وهو القرآن. كذلك من الفضائل لصاحب القرآن في الدنيا أنه مقدم على غيره في الدفن، حتى وهو ميت كريم عند الله عز وجل وعند خلقه. قال أحد الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في غزوة أحد في ثوب واحد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أيهم أحفظ للقرآن؟ أيهم أكثر تلاوة للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. هذا وهو ميت يقدم صاحب القرآن في الدنيا، والله المستعان. وأما الفضائل في الآخرة جعلنا الله إياكم من أهل القرآن فهي كثيرة. القرآن يحمي صاحبه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يشفع لك عند الله عز وجل هذا الكتاب الذي تقرأه آناء الليل وأطراف النهار. هذا الكتاب الذي تتلوه آناء الليل وأطراف النهار يشفع لك عند الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان له. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فأقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن استمسك به ونجاة لمن تبعه. كذلك من الفضائل أن صاحب القرآن يلبس تاج الكرامة، تاج الكرامة يوم القيامة. حافظ القرآن
يلبس هو تاجا ويلبس والديه تاجا. لذلك كان حرص الصحابة والسلف الصالح على حفظ القرآن. لذلك كان السلف الصالح يحرصون على حفظ القرآن وتعليمه لأبنائهم من باب طمعا في ثوابه سبحانه وتعالى أن يلبسهم تاجا من نور يوم أن يلقوه. أحبتنا في الله، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحابته أجمعين. أما بعد، عدنا لكم وحديثنا عن القرآن لا يمل سماعه، والإنسان يطيب أن يجلس يتذاكر كلام الله عز وجل وفضائله في الدنيا والآخرة. من الفضائل في الآخرة أن صاحب القرآن يلبس تاج الكرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي، يقول القرآن: يا ربي يا ربي حله، يعني ألبسه الحلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، ويقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. هذا صاحب القرآن في الآخرة، هذا صاحب القرآن في الآخرة. حري بنا معاشر المسلمين أن نحفظ أبناءنا وأن ندعوهم إلى تلاوة كلام الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، طمعا في ثوابه في الآخرة، والآخرة خير لنا من الأولى. كذلك أن حافظ القرآن يرقى ويرتقي في منازل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، بمقدار ما كان يحفظه في الدنيا. بقدر ما كنت تحفظ في الدنيا من الآيات ومن السور وكثرة الترداد والمراجعة آناء الليل وأطراف النهار، يلبسك الله عز وجل بهذه الآيات ويرفعك بها درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك في الجنة أو في الآخرة عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. كم حافظ سورة البقرة؟ ما لا تحفظ إلا سورة البقرة، فالله عز وجل على عدد الآيات، وهو الكريم سبحانه وتعالى، على عدد ما حفظت من الآيات في سورة البقرة يرفعك الله بها أعلى الدرجات في الجنة. كذلك حافظ القرآن لا تمسه النار، حافظ القرآن لا تمسه النار. كيف تمسه وهو يحمل بين دفتيه نور من نور الله عز وجل، وهو كلامه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: لو أن القرآن في إهاب وجلد ثم ألقي في النار ما احترق. هذا هو القرآن. كذلك صاحبه لو كان يحمل في جوفه من القرآن لا يحترق، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا لا يحترق لا بزينتها ولا بشبهاتها ولا بشهواتها ولا بملذاتها، لما يحمله في جوفه من القرآن. وأما في الآخرة فنار جهنم لا تمسه بإذنه سبحانه وتعالى. كذلك القرآن شفيعا لأصحابه، وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تلك الفضائل الجمة التي ذكرناها عن فضائل القرآن وحافظ القرآن وحامل القرآن وتالي القرآن في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم
أهل الله وخاصته. وبرنامجنا ورتل القرآن ترتيلا سيكون على شقين. الشق الأول سنتكلم فيه بإذنه سبحانه وتعالى عن أحكام القرآن وآدابه وسلوكه ورقائقه، وأما الشق الثاني فسيكون عن أحكام التلاوة وما يتبعها من تجويد لكتابه سبحانه وتعالى. ولنشرع في الشق الثاني، وسيكون بإذنه عز وجل تلاوتنا بداية من جزء عامة من سورة النبأ سنقرأها بإذن الله عز وجل، ثم نعرج على أهم الأحكام التي فيها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن ويجعلنا وإياكم من أهله. ولنبدأ بإذنه سبحانه وتعالى سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ونتحدث بعد هذه التلاوة لسورة النبأ وهي من سور جزء عامة، نتحدث عن الترتيل. والترتيل هو قراءة القرآن بتمهل واطمئنان وتدبر. وأما التجويد فهو إخراج الحروف من مخارجها والاهتمام بصفات الحروف كما ضبطها أهل الفن. ومراتب التلاوة ثلاثة: أولاها مرتبة التحقيق، وهي البطء والترسل في القراءة مع مراعاة جميع أحكام التجويد من غير إفراط ولا تمطيط. وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة الحدر، فهي إدراج القراءة وسرعتها مع إقامة الحروف وأحكام التجويد. وأما مرتبة التدوير فهي التوسط في سرعة التلاوة، وهي مرتبة بين التحقيق وبين الحدر. والترتيل يشمل هذه المراتب الثلاثة. الترتيل يشمل هذه المراتب الثلاثة لأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وسنأخذ أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإظهار. الإظهار لغة وهو البيان، واصطلاحا البيان المقصود به الشيء الواضح. الإظهار هو الشيء الواضح، أن تظهر هذا الشيء أي إذا أوضحته وبينته. واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، أن تخرج الحرف كما هو من غير إدغام ولا إقلاب ولا إخفاء. هذا هو الإظهار. وحروف الإظهار هي 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمزة، نعيدها: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ففي السورة التي تلوناها قبل قليل بعض الأحكام نتحدث فيها سريعا، والتي ستكون بإذنه سبحانه وتعالى أبرز الأحكام البسيطة في هذه السورة. سنبدأ بأحكام النون الساكنة، منهجنا سيكون في التجويد. نبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين، ومن ثم أحكام الميم الساكنة والتنوين، ومن ثم أحكام النون والميم المشددتين، ومن ثم أحكام اللام القمرية والشمسية، ومن ثم بإذنه سبحانه وتعالى نعرج على مخارج الحروف والمدود والوقوف بعد ذلك. في هذه السورة قول الله عز وجل: عما يتساءلون. الميم في عما ميم مشددة مقدارها حركتين. عن النبأ العظيم، هنا نون مشددة مقدارها من حركة إلى حركتين. الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. ثم، الميم هنا في ثم مشددة تقرأ من حركة إلى حركتين. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، إلى كثير من الآيات. ونأتي لقول الله عز وجل: وجنات ألفافا. التاء المفتوحة في جنات تنوين كسرتين، أتت بعده الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. نقولها جنات ألفافا. إن يوم الفصل، إن النون هنا مشددة تقرأ مقدارها من حركة إلى حركتين. كذلك قول الله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم نون مشددة مقدارها من حركة إلى حركتين. جهنم النون هنا مشددة مقدارها من حركة إلى حركتين. كذلك قول الله عز وجل: إنهم النون هنا مشددة
مقدارها من حركة إلى حركتين. وقول الله عز وجل فلن نزيدكم، النون هنا مشددة في قوله سبحانه وتعالى نزيدكم، فلن نزيدكم مقدارها من حركة إلى حركتين. وقوله سبحانه وتعالى إن لل النون هنا مشددة مقدارها من حركة إلى حركتين. وقوله سبحانه وتعالى عطاء حسابا، في قوله سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، هنا تنوين فتحتين أتى بعد حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار. نقول عطاء حسابا، عطاء حسابا. قوله سبحانه وتعالى إلا من أذن له الرحمن، في قوله سبحانه وتعالى الآية يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، من أذن له الرحمن. النون في قوله في كلمة من نون ساكنة أتت بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار نظهرها كما هي، من أذن له الرحمن، من أذن له الرحمن. وقوله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم، النون في إنا نون مشددة مقدارها من حركة إلى حركتين. بذلك انتهينا من أبرز أحكام التجويد في هذه السورة، النون المشددة والإظهار. الآن نقرأ بإذنه سبحانه وتعالى سورة النازعات، ونأخذ فيها بعض أهم الأحكام، أحكام التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى،
اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه سورة النازعات والتي تتحدث عن أهوال عن أهوال القيامة وما يحصل فيها، وعن الدنيا وعن الآخرة، وعن الملائكة التي تنزع المؤمنين والملائكة التي تنزع الكفار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يشملنا بعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر بإذنه سبحانه وتعالى، نلقاكم على خير وفرح بإذنه سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.